ظهور الليزر في طب الأسنان كان طفرة وساعدنا إن إحنا نقدم خدمات كتير بشكل أسهل وأدق. فكرة الليزر ببساطة إن هو نبضات ضوئية بيتم إسقاطها على السطح اللي إحنا عايزين نشتغل عليه، وبالتالي مع التحكم في الطول الموجي بتاعها بيتم الوصول للتأثير اللي إحنا عايزين نعمله. يعني مثلا في حالة الجراحة ساعدنا الليزر إن إحنا نقدم حاجة اسمها الكلين كات أو الجرح النظيف، تبقى مصحوبة بدون نزيف من غير ألم، وبالتالي ده قلل الخوف والتوتر عند البيشنت. في نفس الوقت ده قلل السايد افكتس اللي ممكن تحصل بعد الجراحه من تورم او ما الى ذلك. استعمالاته في الزراعه ان هو في مرحله ما بعد ما بنحط زرعه بنقدر نفتح على الزرعه تاني باستخدام الليزر، وده كان حاجه جميله جدا وبيقلل الالتهابات اللي ممكن تحصل في المنطقه دي. استخداماته في تجميل الاسنان عن طريق تبييض الاسنان بالليزر ومع استعمال كيميكالز ثانيه قدرنا نوصل لنتيجه افضل وحساسيه اقل. استعمالاته مع القرح بتاعة الفم والتهابات اللثة وما إلى ذلك كان ليه تأثير كبير ومفيد جدا إن إحنا ما نوصلش لأي تبعات أخرى أو انفكشنز فيما بعد. استعمالاته مع آلام مفاصل الفك المزمنة كان ليه تأثير كبير إن هو يقلل الآلام دي، بس بدون علاجها لازم نمشي ونشوف العلاج الصحيح للمفاصل دي إزاي حسب المشكلة بتاعتها. قدرنا كمان نستعمل الليزر في تفتيح لون الشفة أو اللثة، وبالتالي الناس اللي كانت بتعاني ان لون الشفة عندهم او اللثة غامق نتيجة التعرض للشمس فترة طويلة او التدخين او ما الى ذلك، قدرنا نعالج عندهم المشكلة دي ونرجع لون اللثة او الشفة للون الطبيعي الوردي بتاعها من جديد. الناس اللي كانت بتعاني من حساسية مفرطة في اسنانها باستعمال الليزر وكيميكالز معينة قدرنا ان احنا على مدار جلسات نخلص من المشكلة دي ويرتاحوا منها تماما.